مساء الخير، يا رب تكونوا كويسين. معاكم انستراكتور ميار غانم، ودي اول حلقه من حلقات ميار غانم على اليوتيوب. وبجد انا مبسوطه جدا لان ده يعتبر فيديو هتكلم بيه باستفاضه شديده عن اللغه الصينيه. خريجه كليه الألسن جامعه عين شمس قسم اللغه الصينيه، والقناه دي المفروض ان انا هنزل عليها كل حاجه متعلقه عن اللغه الصينيه من الالف الى الياء. مبسوطه جدا ان انا هعمل الفيديو ده النهارده. وقبل ما اقوم بشرح اي حاجه تتعلق باللغه الصينيه، الحلقه بتاعت النهارده هخليك بعد ما تشوفها تكون مقتنع اقتناع تام ليه اختار اللغه الصينيه للتعلم من الاساس، وليه هي اللغه دي بالذات عن كل اللغات الاسيويه، وايه مميزاتها عن اللغات الاخرى. قبل ما نبدا كده نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدا. خليني اقول لكم هي ايه الاسباب اللي انا عملت سيرش عليها وكنت عماله بدرسها بقالي فتره بعد الكليه، واللي خلتني بجد افكر ان انا ما ندمش على قراري ابدا. اول حاجه انا لازم اقول لكم ان اللغه الصينيه هي بجد اللغه اللي ممكن تغير حياتك بشكل كبير. تخيل معايا كده ان انت بتتكلم لغه لبلد عدد سكانها 1.4 مليار نسمه، يعني تقريبا بالاحصائيات وبالورقه والقلم انت بتتكلم عن كل 5 اشخاص في العالم على الاقل هتلاقي شخص واحد بس بيتكلم اللغه الصينيه. وخليني اقول لكم هي ايه الاسباب اللي انا عملت سيرش عليها وكنت عماله بدرسها بقالي فتره بعد الكليه، واللي خلتني بجد افكر ان انا ما ندمش على قراري ابدا. اول سبب يا جماعه هنتكلم عنه وهي اهميه اللغه الصينيه عالميا. اللغه الصينيه بجد بتدي حجم فرص كبير جدا جدا ان انت تشتغل مع موظفين ومع اصحاب شركات، بتلعب بجد دور مهم في السياسه والاقتصاد والتكنولوجيا. لو انت بجد بتفكر في مستقبلك المهني، اللغه الصينيه ممكن تبقى ورقه رابحه جدا 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 في سيرتك الذاتيه. انا يا خلاص يا ميار خلصت اللغه الصينيه، او بمعنى اصح بقيت بتكلمها بشكل كويس، وعايزه اعرف ايه المجالات اللي انا ممكن اشتغل بيها في اللغه الصينيه. من خلال البحث اللي انا عملته يا جماعه، وده بجد عن اصحابي واصدقائي اللي بيشتغلوا في اللغه الصينيه حوالين العالم، من دارسي اللغه الصينيه كاجانب ومن متحدثي اللغه الصينيه الاصليين، بشكل كبير جدا التجاره والاستيراد والتصدير. معظم المنتجات اللي بنشوفها في البيت يا جماعه مكتوب عليها ميد ان تشاينا. انت بتعرف صيني تقدر تتعامل مع الشركات دي بشكل مباشر وتفتح بزنس خاص ليك. فبسم الله الرحمن الرحيم، معاك صيني تقدر تفتح شركات تتاجر وتستورد وتصدر للصين، وبالتالي يطلع لك انت الفلوس بدلا من انك تكلم شركه وتتوسط لك وتعمل لك شغلك. لا، انت تكون انت عارف تتواصل مع التجار بشكل مباشر. تاني حاجة يا جماعة السياحة والضيافة. ملايين السياح الصينيين بيسافروا كل سنة لدول مختلفة. تخيل انك بتشتغل في فندق، في شركة سياحة او حتى طيران، وجودك لوحده كموظف بيتحدث بلغة أصعب من أصعب لغات العالم، ده بيخليك مميز وبيفتح لك بجد مجالات كتير جدا. رقم 3 يا جماعة التكنولوجيا. الشركات الصينية زي هواوي وشاومي وعلي بابا والتيك توك اللي هو الدوين، كل دي شركات صينية بيغيروا بالفعل من شكل التكنولوجيا اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية. وعدد المهندسين والمتخصصين اللي بيعرفوا صيني عندهم فرص أكبر ان هم يتواصلوا مع أصحاب الشركات دي بشكل دايركت ويعملوا معاهم المصالح او البيزنس اللي احنا بنتكلم عليه. فاللغه هنا هي العامل المربح اللي هتستخدمها في التعامل مع الناس دي بشكل مباشر. الصين بتقدم اكبر منح انت ممكن تتخيلها في حياتك، اكتر من اوروبا واكتر من امريكا، منح دراسيه للطلاب والاجانب. فلو انت مهتم فعلا ان انت تدرس بره وتشتغل بره، الصين هي هتكون اول اوبشن ليك ممكن تستخدمه للدراسه بره. انا قلت لكم بشكل مختصر اللغه الصينيه ايه اهميتها، ليه ندرسها، ليه هي واحده من افضل اللغات الموجوده على مستوى العالم. الجزء الثاني اللي هنتكلم عنه في الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه هي صعوبتها، صعوبه اللغه الصينيه. في ناس كتير بتبقى عايزه تدرسها بس هي مش متاكده اذا كانت هتبدا. يا ميار، هل اللغه الصينيه معقده فعلا؟ هل اللغه الصينيه صعبه؟ هل اللغه الصينيه حاجه ما ينفعش ندرسها؟ اللغه الصينيه صحيح ما فيهاش حروف، ولكن فيها رموز، والرموز دي هي اللي بتكون قادره على بناء الجمل عن طريق ان انا احط رمز مع رمز مع رمز يعمل لي جمله، جمله مع جمله مع جمله يعمل لي عباره، العباره مع العباره يعمل لي فقره، والفقرات مع بعضها تعمل conversation. هل القواعد النحويه لما انا اجي اقارن اللغه الصينيه بغيرها، هي تعتبر ابسط واسهل قواعد لغويه موجوده، حتى اسهل من الفرنش واسهل من الانجليش
واسهل من العربي بكتير، ما فيهاش تصريفات افعال معقده، ما فيهاش جمع ومفرد بنفس الشكل اللي بنعرفه في باقي اللغات، فده بيعتبر بوينت كويسه جدا. زي ما بنشوف السلبيات بتاعه اللغه، لا انا ادي لمخي فرصه ان هو يشوف الايجابيات الاول عشان اعرف احكم بشكل صحيح. يعني الموضوع محتاج صبر، تدريب، لكن مش مستحيل. وهنا هقدر اقول لكم ان احنا نقدر نتعلمها خطوه بخطوه بطريقه ممتعه جدا في قناتي ان شاء الله. انا بس قلت اول فيديو اعمل لكم تمهيد كده لدماغكم اللغه الصينيه بالذات وليه ندرسها. الخلاصه، تعلم اللغه الصينيه هو استثمار في نفسك وفي مستقبلك، وممكن يفتح لك فرص كتير جدا للدراسة والشغل، وحتى تكوين صداقات جديدة تأثر عليك في المستقبل. يعني حتى لو ما اشتغلتش باللغة الصينية ولا درست بيها، بتكون عن طريقها صداقات مع ناس ممكن يكونوا فعلا كبار جدا، أو يوصلوك بناس عملاقة في البيزنس وعملاقة في الكونكشن أو الجلوبال كونكشن، فبالتالي ده يخلق لك فرص شغل بعيدة عن اللغة الصينية. اللغة الصينية بجد يا جماعة من أحسن وأفضل اللغات اللي بجد هتستثمروا بيها نفسكم. في الفيديوهات الجاية هنتعلم عن الشغل، السفر، الدراسة، وفي تكوين صداقات جديدة، وازاي اقول لكم ازاي انتوا تعملوا الكلام ده كله. وان شاء الله باذن الله في الترتيب كده هقول لكم تبداوا ازاي وتشتغلوا ازاي وتروحوا فين وتيجوا منين. لو انتوا مهتمين ان انتوا تتعلموا اللغة الصينية، في حاجة لازم اقولها، ان لازم يكون عندك صبر شديد، لازم يكون عندك حماس شديد، لازم يكون عندك طولة بال. ما ينفعش ان انا مثلا اشتغل على نفسي اسبوعين او 3 وخلاص انا عايزه اتكلم، لا، لانها مش من اللغات دي. هي مش، مع احترامي طبعا لجميع اللغات، وكل لغه ليها صعوبتها وليها المخارج والمداخل بتاعتها، بس اللغه الصينيه من اللغات اللي محتاجه صبر. انت ممكن تقعد 2 3 سنين 4 سنين فعلا تحس ان انت بتبذل مجهود ومش لاقي نتيجه، وده مش من ان اللغه صعبه ومستحيله، لكن هي لغه بتختلف عن اللغه الام بتاعتك. اللغه الام بتاعتك اللغه العربيه، احنا حرف مع حرف يعمل كلمه، لكن هناك لا يا جماعه، هناك ما عندناش ده. هناك عندنا ان احنا على طول نشتغل بان الرمز جنب رمز يعمل لي جمله. طيب يا ميار، انا ممكن اتعلم اللغه الصينيه في قد ايه؟ لان انا مستعجل ان انا اشتغل، ومستعجل ان انا ابدا، ومستعجل ان انا اعمل شغل جديد او اشتغل في حاجات جديده موجوده على الويب سايتس اللي بشوفها على الانترنت، وعن صحابي بيقولوا لي حاجات كتير جدا وببقى محتاج اللغه. السؤال ده يا جماعه هو فعلا اكتر حاجه بتدمر الحماس وبتدمر الشغل اللي المفروض تشتغله على نفسك قبل حتى ما تبدا في اللغه. لان كون ان انا بسال عن النتيجه وعن الثمار، دي حاجه بتحبطك وبتقلل من مجهودك اللي هتحطه في البدايه. ما ينفعش اسال الاول انا هاخد الثمره بتاعتي قبل ما ازرع، لا، لازم استنى واصبر ويكون عندي صبر، احط الثمره وافضل استنى لحد ما الثمره تطلع واحصد النتيجه دي، سواء كان بشغل وفلوس واخر. البوينت اللي بعدها، هل انا يا ميار لازم اروح الصين عشان ان انا اتعلم اللغه دي؟ لا، انت ممكن تتعلم اللغه دي من البيت، ممكن حتى تسافر اي دوله في العالم. مش شرط طبعا ان انت لو سافرت الصين وعندك صحابك هناك بيتكلموا صيني او تعرفت على ناس بتتكلم صيني، طبعا دي هتبقى بوينت كويسه جدا. بس انا عايزه اقول لك ان ده مش شرط اساسي عشان انت تتكلم صيني. وانا هنا اهو في مصر، ومعظم او الوقت الكبير اللي اشتغلت عليه او اشتغلت على نفسي فيه كنت في مصر وكان في دبي، ما كنتش في الصين. حصلت على منحه للدراسه في الصين بالفعل، ودي حاجه هقول لكم عليها بشكل مفصل ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. بس انا قلت اعمل الفيديو ده كبيس كده انشط لكم دماغتكم، واقول لكم بشكل واضح وبشكل صريح ايه هي اللغه الصينيه عامه، وليه هندرسها، وهتعود علينا بايه. وفي الفيديوهات الجايه ان شاء الله هيبقى فيه كلام اكبر بكتير عن اللغه الصينيه ابداها ازاي، وكورسات هتبقى مفصله بشكل تفصيلي من الاول from scratch، من الالف الى الياء. وباذن الله دي هتبقى حاجه كويسه جدا لكل من هو متعلم باللغه الصينيه والثقافه الصينيه. طبعا الثقافه الصينيه عشان انا اتكلم عنها في الفيديو ده محتاجه فيديو لوحدها، لان يا جماعه لو انت مش عارف الثقافه الصينيه هتتعب كتير قوي على ما تتعلم اللغه. الثقافه واللغه ما هما الا وجهان لعمله واحده. لو انا عارف قواعد اللغه كويس جدا ومش عارف الثقافه بتاعتها، صدقوني انا كاني بضيع وقت، انا كاني ما بعملش اي حاجه، انا كاني بحرق طاقه كتير. فبليز صدقوني الثقافه الصينيه هي اكتر حاجه لازم اشتغل عليها،
واكتر حاجه لازم ادرسها كويس، واكتر حاجه لازم اكون انا ملم وعلى علم بيها، بحيث لما اسافر الصين او اشتغل مع الصينيين والاقي تصرف معين او حاجه معينه هم عملوها، اقدر افهم ليه التصرف ده صدر منهم، وصدر منهم ليه، وايه تفسيره، والكلام ده كله. بتمنى يكون الفيديو ده فاتكم، ادالكم لمحه بسيطه عن اللغه الصينيه وعن اهميتها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروه مع اصحابكم اللي مهتمين بدراسه اللغه الصينيه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسوش ان الصيني مش بويا بويا.